بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت عملت شرح لبرنامج داونلود مانجر لعدم ظهوره في بعض المواقع في الانترنت، يعني على الخصوص موقع اليوتيوب وكده. وكنت رافعه على قناتي، وان شاء الله تبين لي يعني اللي فيه شرح افضل منه لظهور البرنامج، حيث الشرح ده يعني ايه مش جيد اوي. اللي هو ده الشرح اهو كما هو مرفوع. وكان الشرح بيعتمد اللي احنا بنفتح البرنامج وبنيجي على تحميل خيارات. ربما ينفع هذا الشرح مع احد اللي انت بتعلم على هذه الخيارات كما هي موضحة في الشاشة، وبتيجي هنا برضو بتعلم. وفي نفس الايقونة اللي هنا اللي على اليمين دي برضو بتعلم على الحاجات دي، وبتقول خلاص موافق موافق، وتفتح النت يظهر ايقونة التحميل. لكن لقيت الطريقة مش مفيدة، الى ان تعلمت طريقة اخرى ان شاء الله جيدة اشرحها بامر الله، وتكون هي الحل النهائي والاكيد لظهور الداونلود مانجر في المواقع، في اليوتيوب وغيره يعني. ان شاء الله تعالى احنا هتيجي انت على جوجل وتكتب اضافة انترنت داونلود مانجر زي ما انا كاتب كده، وبعدين هتدوس انتر او بحث. هتجيلنا الصفحة اللي امامنا دي، هتفتح الصفحة دي، هتطلع لك الصفحة اللي امامنا دي دلوقتي. بالراحة خالص هتنزل تحت خالص، هتدوس هنا، هيطلع لك شاشة التحميل اللي هي مع فايرفوكس. هتختار انت طبعا مكان التحميل، لو هنقول مثلا على الديسك توب بره، نختار الحفظ هنا اهو نخليها بره على الديسك توب على جهازك برضه او في اي مكان. المهم تبقى عارف مكان الملف اللي نزل، اللي هو الملف ده اللي انا واقف عليه الان. طيب بعد كده انت هتيجي على فايرفوكس وتروح داخل على اضافات، ادوات، اضافات. تخش على اضافات. اما تفتح اضافات فايرفوكس هتيجي انت فوق هنا الخيار التالت ده اللي بيقول تثبيت الاضافات من ملف، تروح دايس عليه، تختار الملف اللي احنا نزلناه من على الموقع اللي هو ده، وبعدين تقول له افتح، يعني دوس. خلاص هيجي لك رسالة من فايرفوكس اللي احنا هنشوف يعني انا اضفته. المهم ايه جات الرسالة، هو بيقول لي ثبت الان. بتدوس عليه تقول له ماشي خلاص خلاص خلاص. كده انت ثبت الاضافة دي، الملف دون لفايرفوكس، وهتعمل اعادة تشغيل للجهاز ان شاء الله. لا مش للجهاز يا ربي، اعادة تشغيل لفايرفوكس، تقفله خالص. وبعد ما تقفله انا طبعا مسطبة عندي، بعد ما تقفله بامر الله وتفتحه تاني اللي هو اللي هو المتصفح الفايرفوكس اللي انا واقف عليه الان، تدوس على اي فيديو من فيديوهات اليوتيوب، وانا هرفع الفيديو ده ان شاء الله على قناتي، تخش عليه هتظهر لك بامر الله الايقونة اهي ظهرت كما في الشاشة امامنا. وكده ان شاء الله ده اللي هيكون الحل النهائي والاخير لمشكلة ظهور أيقونة التحميل في برنامج داونلود مانجر. وأرجو أن يكون الشرح مفيد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.